هذه الليلة برعاية الله تحت عنوان أيها الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا يعطيه. الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد يعطيه. الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد، إذا شاف العبد مؤمن مطيع لله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعطي له لا ما يعطيه، يعطيه. الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد يعطيه، لكن بالشروط. لازم الشروط، يعني الله مو إياه كان يعني يعطيه. الأشوف هذول أعطيك يعني مثال، اللي عاصين الله عبالك فلوسهم دايمة، هذول مو فلوس، هذول فلوس حرام. هذول الله ما معطيهم، هذول ما معتبرين الله معطيهم. إخواني، إذا الله معطيك صدق، معطيك إنه أنت فلوسك فلوس حلال، هذول من هذول اللي فلوسهم فلوس حرام، هذول الله ما معطيهم. تعرف لا يغشونك. تعرف زين. قلنا لازم العبد إذا الله يعطيه بس يكون بالشروط، مو يعطي على سواد عيونه. لازم شروط. شنو هاي الشروط ربنا اللي الله سبحانه وتعالى يريدها من عندنا؟ شنو الشروط اللي يريدها من عندنا؟ واحد، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المتقين. لابد أنت شنو؟ متقي لله. زين. اثنين، احفظ وياي رجاء خافع شوي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب المؤمنين. لابد أنت شنو أخواني؟ أعضاء سادة المجلس رجاء وياي، لابد أنت شنو؟ مؤمن. كن متقي ومؤمن لله. زين. ثلاثة وياي. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله يحب التوابين. لابد أنت يعني أنت عرفت معنى شنو التوابين؟ شنو معنى التوابين؟ اللي يذنب فترة ويرجع لله سبحانه وتعالى. هذول شوف ما نقدر احنا نطيح. هذول اللي يذنبون ويرجعون لله سبحانه وتعالى، يعني هذول الله يحبهم. يمارس بقوة حتى يغلب ويروح لمن؟ حتى يتوب لله. يروح درب الحرام يرجع، يقول لا ما يصير، الله سبحانه وتعالى يتوب. يعني الإنسان الله باب التوبة مفتوح عنده، ما مسدود، ينزل إلى يوم. باب التوبة عند الله مفتوح، بس انت يوم اللي تموت بعد شنو؟ انتهى الأمر. أخواني، هذا اللي يرجع يذنب ويرجع يتوب، ذا الله يحبهم. بس أخواني ما يصير احنا يلا عقب أتوب وانتهى الأمر وأنا بعد نشاد مختبر العمر. أخواني العمر ما له علاقة. كم من شباب عندنا اليوم أنا ماكل
لا لا بربك، كم من شباب عندنا اليوم بعمر الورد، يمكن ذولا اللي هم قالوا عقبة توبا وانتهى الأمر وارجع على الله. بس ذولا شنو يصير؟ ما يدري باكر نام يطلع عقبة توبا باكر له ما يدري الا يفتح قلبه منكر نكير قباب عينه. هذا شو يسوي؟ انت اليوم من تريد تتوب والتوبه النصوحه، انت اذا تريد تتوب صدق نقول من اليوم انا تبت، من اليوم. وانا بعدني شاب، شو له علاقه الشباب اخواني؟ ما له علاقه. الله شباب هسه قاموا يموتون، شبابنا اكثر من شيابنا، شباب قاموا يموتون. تدرون لو اخواني الموت انا ما قد اطلع عن عنوان المحاضره. باب التوبه مفتوح، من اليوم ابدي توب الى الله. ترى الله سبحانه وتعالى باب التوبه مفتوح، بس باكر عقبه ترى حكي يختلف يوم اللي تروح عن الدنيا، حكي يختلف. توبوا من هسه. فالله سبحانه وتعالى يحب التوابين، يحب اللي يرجعون إليه. هلا بيك. لا شوف الله سبحانه وتعالى اللي حبهم شو الطاعة. شوف الله اللي سبحانه وتعالى اللي حبهم شو الطاعة. شوف شطة الأنبياءنا. الله إذا ما يحب النبي ينطيه. هو شلون صار النبي؟ الله إذا ما يحب النبي ينطيه وأنا ما يحب. اسمع الله شلون طيب. شوف أول نبي شطة، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم دنا فتدنى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا أول نبي انطاه. شوف الله سبحانه وتعالى حبه انطاه. زين سؤال قبل لا أبدأ بالآية الثانية. منو اللي يحيي الموتى؟ الله. أحسنتم جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى. أكو واحد يخالفني يقول الله ما يحيي الموتى؟ أكو واحد يخالفني هسه اليوم انزل من المنور يقول لي الله ما يحيي الموتى؟ أكو؟ الله يحيي الموتى. صح لو مو صح؟ هذا الأمر بيد من؟ بيد إيد رباني. يعني شوف الله سبحانه وتعالى إذا حب العبد صدق ينطي من مالاته إخواني، من مالاته ينطي، والله من مالاته. شو يعني سايب؟ اسمع الله سبحانه وتعالى قلنا يحيي الموتى، هو أسوي يحيي الموتى. تدري هاي من يحيي الموتى وتحيي، بسم الله شو يقول هو بالآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم وتحيي الموتى. تدري هاي شالاها وطاها إلى نبي؟ تعرفون النبي ماكو داعي والبس. وتحيي الموتى. أحسنت. شالاها وانطاها إلى شنو؟ نبي. احنا قلنا ينطل النبي، ينطل الإمام عفوا. شوف كرامة من كرامات الإمام علي عليه السلام. شوف الله مثل ما ينطل النبي ينطل الإمام وينطل العبد. جيكم هذه القصة بس أريد انتباهكم مني رجاء، جزاكم الله خير. أعتقد أكو بيكم سامعين يعني رجل اسمه الشاعر فلاح الكاظمي.
سامعين بي؟ اكو فيكم اعتقد. زين. الشاعر فلاح الكاظم اخواني، هذا الرجل قضى عمره وحياته لمن؟ خدمة لأهل البيت عليهم السلام. عمره وحياته قضى لمن؟ لأهل البيت. كتب شعر لأهل البيت، كل شيء لأهل البيت. هذا الشاعر هذا. ماكو احنا اليوم واحد ما يؤمن بالعرس، ما اعتقد، ما لازم واحد. هذا رجل في ذاك اليوم عوز. شايف هذا المديون شلون شو يصير فيه؟ انت تذكر للمدير او لا ما واضح. هذا الرجل ديونه كثرت عليه، يتداين هواي، وهو مو ذاك الامكانيه، يتداين كثير، ديونه كثرت عليه. الناس حقها عمي من تريد فلوس من عنده، كل شويه جايين داقين الباب عليه، عمي فلوسنا تعال طن. هذا رجل وين يروح؟ انا ربع ما عندي، انا لو عندي فلوس اتدين عمي ما اتدين. كثر الديون عليه، ديانا قاموا يطلبون الباب كل ساعه، ابويا فلوسنا نريدها، تعال اعطينا فلوسنا، حقنا هذا. هذا رجل وين اروح؟ وين اروح؟ انا كل شيء ما عندي، ما جواي جيبه كل شيء ما وين اروح؟ قال ما عندي غير واحد هذا، بس هذا وانتهى، ان شاء الله يحل امره. قال له بس ابو الحسن عدل يحل سالفتي، انا ما عندي غير ابو الحسن، اروح لابو الحسن وان شاء الله يحل سالفتي، بس جيت باكم اخواني ما في خير. راح على رجل للامام علي عليه السلام. شوف ابو علي ابو الشداد، نادي علي مو فوق العجاب، ويلي يا ابا الحسن. راح الرجل دخل الى مقعد امير المؤمنين، وانت تقول قبل المقعد مو مثل هاي القبه، مقعد يعني بسيط، مو ذاك الموضوع. هذا دخل الى مقعد ابو الحسن علي، دخل الى مقعد الامام علي عليه السلام. قلت لك مو مثل قبل المقعد، حاطين، شايفين انتم من دول اعتقد من باكستان او ما من اي دول يجيبون هدايا قناديل، هذول وين يحطون القناديل؟ يم القبه هن القناديل هاي، هذا مكانه يحطونه هدايا، مال هدايا الدول علقونه. زين. راح الرجل باوع لابو الحسن للقبه، قال له ابو الحسن ديوني كثرت وما عندي غيرك، وانت ابو الشدائد وما عندي غيرك، شوف لي حل. بين وهو يحكي شعر وقف بعد القنديل وقال أبا حسن ومثلك من ينادى لكشف الضر والهول الشديد، أتسرع في الورى عمر بن ود وتسقي أهل بدر كأس حتف إلى آخره. أنا ما حافظها عدل، وأنا شو تتوقعون؟ طاح القنديل، طاح فلاح الكاظم. يا لله
طاح القنديل وين؟ قبال فلاح الكاظمي. باوع لابو الحسن قال له ما قصرت يا ابو الحسن، نعم الله عليك يا ابو الحسن. جاب القنديل وراح. شوف قصه جميله هذه. بين ما هو راجع هذول اللي مسؤولين ما اعرف شو اسمه، الله عن بالي. بين ما هو راجع كبوه له قالوا له تعال منين جبت هالقنديل هذا؟ جيب هو رجال له فطك. قال هذا طاني ابو الحسن علي. قالوا له يعني انت فوق ما بايك تكذب علينا، ما تستحي. ودوا المسؤول هذولا قالوا له شنو قفيت هذا؟ قالوا له هيك وهيك. قال له احنا ما نقدر نضرب مع مسؤول هذولا، خلنا نروح قبال الطبه ويشعر لنا بالله خلينا نشوف شلون نطيب القنديل. خذوه وياهم هذا المسؤول، شكلوا مكان القنديل ونزلوا. قال له فلاح، قال له ايه؟ قال له يلا اشعر نفس الشعر. قال أبا حسن ومثلك من ينادى لكشف الضر والهول الشديد، أتسرع في الورى عمرو بن ود وتسقي أهل بدر كأس حتف إلى آخره. طاح القنديل ما فلاح الكلام. يا الله شنو من هذا الله. لا مو قال لك الله إذا حب العبد يعطيه، لو هسه ما عنده ولا ربع نص ربع ما عنده كل شيء. شوف شو طاح طاح القنديل. قال له فلاح أنت لا تفرح، لا تفرح. القنديل لابد مكانه يعني ما بشكلنا عدل، شكله عدل، غيروا غير مكان شكله ضبوه بسلاسل يقولوا ما يعطونا قنديل. قال يلا فلاح بالله راوينا شعر. قال ابو الحسن الشغله صارت مزامط يا ابو الحسن. وقف هم نفس الشعر. قال أبا حسن ومثلك من ينادى لكشف الضر والهول الشديد، أتسرع في الورى عمرو بن ود وتسقي أهل بدر كأس حتف إلى آخره. ما طاح قنديل ما فلاح بل تشققت السلاسل الطاحق. والله قال له عم ياخذ انت. قال له انت منهم؟ جا واحد قال له قال انا خادم خدمت فاصدقت. يا قبل لا رايد وياخذون القنديل قال له عمي فلاح تعرف هديه ومكانه اذا يوم ياخذونه شوي يصير يعني شنو رايك نعطيك فلوس بداله؟ قال له يا عمي لو انا شو اسوي بالذات؟ انا رجل مديون. طول فلوسي واخذوا شو اسوي؟ طوف فلوسي. شوفوا اخواني